بدء أعمال الرفع المساحي في حرم ترام الرمل، وده تمهيدا للبدء في مشروع تطويره. الصور اللي حضراتكم بتشوفوها دلوقتي حصرية فقط لحضراتكم جمهور تركاية وحكاية، جبناها لكم وبنقول لكم إن تم البدء في أعمال الرفع المساحي قبل أي حد، وقبل ما تسمعوا المعلومة دي في أي صفحة تانية. وزي ما باين قدام حضراتكم في الصورة، مهندسين المساحة وهم بيقوموا بأعمالهم وبيبدأوا في أعمال الرفع المساحي وبيرفعوا قياسات شارع الترام. أعمال المساحة دي بنشوفها قبل تنفيذ أي مشروع على طول، شفناها قبل ما يتم البدء في مشروع مترو اسكندرية، وشفناها كمان قبل البدء في مشروع توسعة الكورنيش، وكنا أول حد يرصد أعمال الرفع المساحي دي لمشروع توسعة الكورنيش. والنهاردة كمان معاكم، وبيشرفنا إننا نكون أول صفحة تقول لكم إن أعمال الرفع المساحي لمشروع ترام الرمل بدأ، وبكده نقدر نتوقع إن البدء في تنفيذ مشروع الترام قريب جدا. ترام الرمل وسيلة نقل جماعية الأهم والأشهر في محافظة اسكندرية. التاريخ والذكريات خدمة نقل لمواطنين كتير، لكن جه الدور عليها إن يتم تطويرها، وده علشان تستوعب مواطنين أكتر، وتكون الرحلة أسرع وزمن التقاطر أقل، وتكون وسيلة نقل مريحة تليق بالمواطن السكندري، وتليق بتاريخ اسكندرية العريق وتاريخ الترام الكبير. تاريخ كبير زائد حاضر بيتم تطويره بيساوي مستقبل أفضل، حضارة تمتد وتعيش لسنين. لو حابين تعرفوا كل جديد وايه اللي بيحصل في كل مكان في اسكندرية من ارض الواقع وفي وقت حدوثه، في صور حية وحصرية فقط لحضراتكم جمهور تركاية وحكاية، لانكم جمهور مميز ويستاهل يعرف كل جديد. تقدروا دلوقتي تشرفونا بمتابعة الصفحة وترشحوا الصفحة لكل حبايبكم علشان هم كمان يعرفوا كل جديد. انا اخوكم مراد محمود.